السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة منارة الإبداع. كنتمنى إخواني أخواتي يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وأحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله. كنشكركم إخواني أخواتي شكر كبير على حسن المتابعة وعلى التعليقات وعلى التشجيعات ديالكم وعلى كلامكم الطيب، فشكرا لكم. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم هاد المسمنات بطريقتي الخاصة، كيجيو مورقين مفشفش، كيجي رائع. نتمنى هاد الوصفة ديالي تجربوها حتى نتوما وتنال الاستحسان ديالكم. اذا نمشيو للمقادير وطريقه تحضير فرجه ممتعه. بسم الله. بالنسبه للمقادير عندنا ربع كيلو ديال الفينو ونص كيلو ديال الفورص، او لا خدينا كيلو الفورص نديرو نص كيلو تاع القمح. كنضيفو معلقه صغيره تاع الملح، معلقه كبيره تاع العسل. صافي هادو هما المقادير. وكناخذوا الماء دافي باش كنجمعوا العجينه. كنبقاو نكبوا الماء بشويه بشويه وكنجمعوا العجينه. طبعا بالنسبه للعجين فتبارك الله كلكم راه كتعرفوا تعجنوا. المهم غير حاولت نشارك معكم الطريقه ديالي وهذا الشيء اللي كاين. ممكن نبقاو نزيدوا الماء بشويه بشويه وكنبقاو نجمعوا، و ميم طون ملي نجمعوها غندلكوها مزيان، ضروري ندلكوها باش يجي المسمن ديالكم مزيان. ضروري تخلوا العجينه قاصحه شويه، ما تطلقوهاش. هذا سر من الاسرار باش كينجح المسمن معاكم. ملي كنسالي من الدليك كنجمعها في بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح مده 10 دقائق. هنا دازت عندي 10 دقائق، حيدتها من البلاستيك وبديت كنشكل فيها. بالنسبه للكويرات كل واحد يدير الحجم اللي تعجبه. انا كندير مسمن متوسط. صافي غنشكل كويرات ونخليهم يرتاحوا واحد شويه، عادش نبدا نورق. نخليكم مع تتمه الفيديو. ملي كنساليو نشكيل الكويرات ضروري نغطوهم بالبلاستيكات يرتاحوا لينا واحد 5 دقائق او لا 10 ماشي مشكل. عادش نبداو نسرحوا العجين. بالنسبه لي انا هنا ما درتش الزبده، استعملت غير الزيت فقط. صافي كنورقوا بهذه الطريقه. ان شاء الله نخليكم مع الفيديو، بقاو معايا حتى الاخير.